اذاكر ازاي قبل المحاوله وايه الحاجات اللي انا ممكن اعملها عشان احسن من نفسي؟ طيب ده سؤال بنساله كتير من الطلبه، خصوصا لما يكون فاضل لنا اسبوعين او 3 على المحاوله. كل المطلوب منك الفتره دي ان انت لازم تعمل ريفيجن كويس جدا لكل الدروس اللي انت خدتها، لازم تراجع على كل رولز تاني فروم ذا بيجيننج، لازم تحل على كل درس سيبريتلي عشان تشوف ايه الشورتج اللي عندك وتعالجه، ولازم تحل كل اكزامز بتايم، لازم تمسك الامتحان as if you are in the exam، تظبط الستوب ووتش بتاعك as if you are in the exam بالظبط عشان تتدرب وتعمل لنفسك طبعا تايم مانجمنت كويس جدا. بالنسبه بقى للريدنج سكشن لازم تمشي على استراتيجي اللي انت متعلمها من التيتشر بتاعك، حل امتحان ريدنج كامل، برضو تشوف ايه الاخطاء اللي عندك، ممكن ترجع للتيتشر بتاعك او تشوف ايه الاخطاء اللي عندك وتحاول ان انت تعالجها وتدرب عليها باستمرار. كل الفوكابلري اللي انتوا خدتوها على مدار الكورس او اي كلمه هتقف معاك لازم تعمل عنها سيرش، ولازم تعرف ليها different synonyms، ولازم تعرف ليها different part of speech عشان ده هيساعدك كتير سواء في الريدنج سكشن او في الرايتنج سكشن. لو عملت كل الستبس دي هتقدر ان انت تعالج الشورتج اللي عندك، وكمان هتقدر ان انت تحقق السكور اللي انت عايزه وتعمل ابجريدنج لمستواك.